يا جدعان، مين يصدق إني عشان أهرب من شلمي رجلي لصحابي لمدة شهر وأكسب رهان بسيط؟ قلت أهزر وأجرب حظي مع سو بايظ وملكة التلج في الجامعة. والسيناريو اللي دخلت بيه كان 10 جنيه مرمية على الأرض وعايز أعمل فيها شهم وأسأل هي بتاعتك عشان أفتح كلام. كنت حاسس بكثفة السنين والسيناريو ده شكله هيقلب بفضايح وأنا داخل أكلمها. قلت خلاص أكيد هطردني أو تعملي بلوك، فقلت أطلب منها توصلها لي لصاحبتها كحركة أخيرة. الصدمة إنها ردت عليا في تانية وبعتت لي صورة لبطنها متصورة بتركيز عشان تفتح كلام. والله العظيم التلج سحب ألمح البصر، بقالي أسبوعين بحاول معاها وهي ولا هنا، وفجأة لقيتها قلبت شخصية تانية خالص. قلت لنفسي يا واد أرمي طوبتك، لو مش طايقاني ابعتيلي صاحبتك وأنا هختفي من حياتك خالص ومش هضايقك تاني. مسكت الموبايل وإيدي بتترعش وكتبت الرسالة دي من غير تفكير ولا أي حسابات. بعت الرسالة وأنا عامل حسابي على البلوك، أصلها بقالها أسبوعين بترد بكلمة ورا ضغطتها ومبتقولش أكتر من 5 حروف. كنت مستني الرد اللي هيقفل الموضوع. دي سوبايزهو اللي بتنشف ريق أي حد يحاول يكلمها في الجامعة. التوقعات كانت في حتة والواقع كان في حتة تانية خالص. الموبايل ما بيبطش رن، الرسائل نزلت زي المطر. ليه هيتغدغ مشاعري كده؟ أنا ما كنتش عايزة أوريكي صورتي عشان خايفة نتسرع. بتقولي لي لو عايز تشوفها تاني عادي ولا يهمك، أنا غلطانة حقك عليا يا بطل. وفجأة صورة تانية نزلت عروق بطنها باينة وتفاصيل تشد العين، والمنظر يخلي الواحد ينسى اسمه. عقلي وقف تماما. دي سوبايزو اللي كانت بتبصلي ببرود ولا كأني موجود؟ ايه اللي غيرها فجأة؟ الموضوع كله بدأ بهزار بايخ ورهان خسران. كنت خسران 3 مباريات ورا بعض في اللعبة والوضع كان مأساوي. صاحبي وانج هاو رمى الموبايل وقال لي يا هيدغدغ، لو عرفت توقع سوبايزو دي في حبك هتتخلص من غسيل الرجلين طول الشهر ده، وكمان هعزمك على أحلى شاي بلبن. والموضوع ده كان مغري جدا بصراحة. اسم سوبايزو لوحده كان مرعب. ذكية، نجمة فريق الكرة الطائرة، وجمالها بيخلي اللي يمشي جنبها يحس إنه في القطب الشمالي. كنت ماسك 10 جنيه لقيتها في السكن وبحسبها في دماغي. الموضوع يستاهل المخاطرة وأهو نخلص من قرف غسيل الرجلين. دخلت الرهان وأنا عارف إني بلعب بالنار. قعدت أدور على النت زي المجنون عن أسرع طريقة تفتح بيها كلام مع بنت، ولقيت فكرة ال10 جنيه دي في التوب. خطة محكمة. ألقط ال10 جنيه، أسأل هي دي بتاعتك وأقولها لازم نصرفها سوا عشان الحظ، وننقل الكلام للواتساب. تاني يوم وقفت قدام المكتبة زي صبي الميكانيكي مستني وصولها وقلبي بيدق طابور. وصلت بقميصها الأبيض الجنز وشعرها اللي نزل على كتفها زي الحرير. كانت طالعة من رواية مش من الجامعة. أخدت نفس عميق وجريت مسكت كام قميصة وحاولت أبان طبيعي وأنا بكلمها. بصت لي ببرود، عيونها بتلمع بس في مسافة بينا، وبصت لي ال10 جنيه وقالت لي بكل هدوء الفلوس دي مش بتاعتي. والجو سكت خالص. كنت عارف إن الرد جاي قاسي بس ما كنتش متخيل إيه اللي هيحصل بعدين. حاطط ال10 جنيه في جيبي اللي لقيتها تحت السكن وبحاسبها في دماغي. شهر كامل من الشاي بلبن مغري، بس فكرة إني أشيل طشة مية رجلي دي إهانة خلاص. أهي مقامرة يالا بينا. عشان أفتح كلام مع البنت اللي عجباني قلبت كذا موقع وموضوع، قريت نصيحة من المواضيع اللي واخدة أعلى لايكات عن إزاي تقرب منها. خطة جهنمية اتصدرت الصفحة الرئيسية. طلعت ال10 جنيه وعملت نفسي لاقيها. هسألها دي فلوسك، وبعدين أقولها لازم نصرفها بسرعة عشان حلال. أعزمها نشتري بيها حاجة ونستغل الفرصة ناخد الواتس ونبقى أصحاب. خطة مثالية عشان نبدأ. وتاني يوم بعد الظهر وقفت مستنيها قدام المكتبة. أخيرا ظهرت. نفس البنت اللي دايما بشوفها هناك في نفس المكان، لابسة قميص أبيض بسيط وبنطلون جينز، شايلة شنطة الظهر، شعرها الطويل نازل على كتفها والضوء جاي على وشها. شكلها في وقت الغروب كان خيال. أخدت نفس عميق وطلعت أجري، مسكت طرف كام القميص وحاولت أبين على وشي إني عادي خالص. يا أنسة وقع منك ده. وقفت وبصت لي بصة سريعة ووقفت الكلام. عيونها بتلمع فيها برود يخلي الواحد يراجع نفسه. بصت للفلوس في إيدي وردت بجمود. الفلوس دي مش بتاعتي طبعا، كنت متوقع الرد ده. عيوني كانت عليه والفلوس دي أصلا أنا اللي موقعها من جيبي بمزاجي عشان أبدأ الحوار. عملت نفسي مكسوف وقعدت أهرش في شعري وأنا ماشي على خطة الريز اللي حافظها. قلت له سمعت إن الفلوس اللي بنلاقيها دي لو ما اتصرفتش بتجيب نحس يا معلم، وبما إن الفلوس دي مش بتاعتك والشرع بيقول اللي يشوف يقسم، فتيجي أروق عليك بأكلة؟ أو لو حابب نشتري خزين للبيت من السوبر ماركت سوا قشطة. كلامي لسه ما خلصش وفجأة بنت طويلة ورفيعة ظهرت من العدم وحضنت كتف سوبايزو وهي بتبص لي بصة غريبة. قالت لي ايه نظام التقسيم ده؟ هو انا ماليش نصيب ولا ايه؟
سوبايزو شال ايدها بهدوء ونبرة صوته كانت تتلج. قال لي انت مش كان وراك مشوار ولا ايه؟ البنت رفعت حاجبها وغمست لي وقالت لي واضح ان في نصيب يا بطل، انا مش هعطلكم وسيبتكم وراحت على السكن. اول ما مشيت الجو بقى متوتر لدرجة تحرك الاعصاب. مسكت ال10 يوان في ايدي وحسيت اني عبيط قوي، ازاي صدقت ان الحركة دي هتفتح كلام. كنت خلاص هستسلم واقول يلا يا عم، هشيل ذنب غسيل رجله شهر كامل وخلاص. وفجأة سحب ال10 يوان من ايدي وصوته طلع من فوقي قال لي يلا بينا. ملامح وشه ما اتغيرتش بس زود وقال اصلا كنت ناوي اشتري قهوة. قلبي بدأ يدق بسرعة وطلعت اجري وراه، الرهان لسه شغال يا رجالة. قدام الكافيه لف ووقفني قال لي هتشرب ايه؟ من التوتر لساني اتلخبط وقلت له اي حاجة تشربها انا معاك. طلب 2 لاتيه وراح يستلم الطلب. وقفت ببص على المنيو لقيت الواحد ب28 يوان وببص في ايدي مش لاقي معايا غير ال10 اللي كانوا معايا. اتوترت جدا لحد ما استغليت فرصة وهو بيستلم. طلعت الموبايل بسرعة وقلت له بقولك ايه، خلينا نتبادل الويتشات عشان احولك تمن القهوة. سحب الموبايل وضرب الQR كود ولا نطق بحرف. ورحنا السكن وانغى هاو اول ما شافني دخل في شمال. ها يا وحش عملت ايه؟ وصلت لحاجة؟ اخدت الويتشات ولا لسه؟ حكيت له كل اللي حصل وفتحت الويتشات عشان احول لسوبايزو 56 يوان. كتبت له رسالة تسلم ايدك على القهوة يا بطل، وحطيت ستيكر كلب روش بيحرك ديله. عدت ساعة كاملة لحد ما رد. كلمتين 2 بس مفيش داعي والفلوس رجعت لي تاني. بصيت للموبايل واتنهدت بأسف. طلع فعلا تقيل زي ما بيقولوا. عشان أخلص المهمة دي أخدت الجدول بتاعه من صاحبي في اتحاد الطلبة. قعدت أحلله لقيت إن عندنا مادة مشتركة كل أسبوع، وده أحلى وقت. الصبح وعنده محاضرات وأنا ما عنديش، دي الفرصة اللي ما تتعوضش. يوم الأربعاء جه. قمت بدري نص ساعة، ظبطت شعري ونزلت فيه حلاقة، ولبست قميص أبيض جديد وبنطلون شيك وقعدت أظبط في شكلي قدام المراية. بصيت لنفسي في المراية وشفت شاب زي الفل. اتأكدت إن الخطة هتمشي والروح المعنوية كانت في السماء. وصلت قبل المحاضرة ب20 دقيقة وقعدت في آخر ديسك. الخطة إن أول ما يوصل هروح أقعد جنبه وأحرق أعصابه بوجودي. ما فاتش وقت كتير وسوبايزو دخل المدرج. دخلت الفصل بفساتينها اللبني دي وكتابها في ايدها وراحت قعدت في النص. قمت اتحرك ناحيتها. فجأة واد رخم جه سبقني وقعد جنبها على طول. وقفت في مكاني ومصروعت. مش بيقولوا صبايا تيشو مفيش حد في حياتها؟ ايه ده طلع منافس ليا ولا ايه؟ حسيت بغيرة مفاجئة. المخ فصل عندي. رحت قمت قعدت على الناحية التانية من سوباي تيش. سحبت الكرسي وقعدت. قلت مش مهم اضمن مكاني احسن ما الفرصة تضيع. الواد والبت كانوا بيتوشوشوا. أول ما قعدت بصولي هما الاتنين، في عينيهم استغراب مش طبيعي. طنشتهم كأني مش شايف وابتسمت لسو باي تشو. قلت لها فاكرة القهوة اللي عزمتيني عليها؟ ما شكرتكيش كفاية. ما تيجي أعزمك على الغدا بعد المحاضرة؟ الواد اللي جنبها بص لي من فوق لتحت وفضل يقلب عينيه. بيني وبينها وهو فاهم اللعبة. قام وقال لها أنا ورايا ميتنج في النادي همشي أنا بقى. هزت رأسها ومشي. وفضلنا أنا وهي لوحدنا في الفصل. جو بقى محرج قوي. اضطريت أعيد العزومة تاني. فضلت تلعب بصوابعها على الكتاب كأنها بتفكر في حاجة. وبعد ثواني رفعت عينها وبصت لي ببرود وقالت عندي حاجات تانية أخلصها، مش فاضية. الكلمة دي كانت زي مية تلج نزلت على حماسي. عرفت خلاص إن دي طريقتها الشيك في الرفض. واضح إن ملاحقة ملكة التلج دي مش سهلة زي ما كنت فاكر. الجرس ضرب. حاولت أخبي خيبتي. سوباي توشو كانت مركزة قوي في الدرس، بتكتب وتخطط وبتبص على السبورة بتركيز. ملامح وشها تحت النور كانت خرافة. ما قدرتش أشيل عيني من عليها. فضلت أتفرج عليها وهي بتكتب النوتس وبصيت على حواجبها وهي مكشرة بتفكر. سرحت خالص لغاية ما الجرس ضرب وفوقت. لمت حاجتها بسرعة ومن غير حتى ما تبص لي. قامت مشيت على طول. فضلت باصص في ظهرها وأنا غليان. هو أنا بعبع عشان تعاملني كده؟ حماسي اللي كان واصل للسما نزل للأرض في تانية. رحت الكافتيريا لوحدي وقعدت على ترابيزة جنب الشباك يا دوب باكل أول لقمة. وسمعت صوت رخم بينادي عليا. هي تيشيانج. بصيت لقيتها لينا حبيبتي السابقة. فضلت تبصلي من فوق لتحت ولقيت في عينيها انبهار غريب. قالت بقالنا 3 شهور ما شفناش بعض يا هي تيشيانج صح؟ رديت بضيق. ده عشان احنا انفصلنا من 3 شهور يا لينا. دي واحدة كانت بتلعب بيا وباتنين غيري وقت ما كنا مع بعض. قرفان منها قوي.
عملت نفسها مش واخدة بالها وابتسمت ابتسامة صفرا وقالت عادي نرجع أصحاب. أنا عمري ما نسيتك، اكتشفت إني بحبك أنت بس، لو ينفع نرجع. كنت هسمع باقي كلامها العبيط، قطعتها بسرعة. قلت لها أنت ما عندكيش دم خالص، مش كفاية اللي عملتيه لما كنا سوا؟ دايسة في 3 علاقات ودلوقتي جاية تطلبي نرجع؟ يا بت يا مصلحجية، هما فين الحبايب اللي كانوا معاكي؟ قمت عشان امشي بس لينا، وقفت في طريقي عشان تمنعني وشكلها ناوية على غدر. ممدت ايدها عايزة تشدني، وفجأة ايد تانية ناعمة بس قوية ظهرت من العدم، مسكت ايدها وثبتتها في مكانها. وانا تنحت وبصيت لفوق، لقيت مين واقف؟ ده سو بايزو، وبصته باردة زي التلج، بتبص لوش لينا بنظرات تحرق. زقها بإيد واحدة بعيد عني شوية، واللينا بتفرك إيدها وبتتوجع ومنظرها مضحك. بتزعق وبتسأل هو أنت مين أصلا؟ وإزاي بتدخل في اللي ماليش فيه؟ صوت سوبايزو كان تقيل وبيهز المكان وبيهددها ببرود. لو قربتي منه تاني هتدفعي التمن غالي. كل اللي في الكافتيريا وقفوا يتفرجوا علينا، والكل عمال يهمس ويشاور على لينا. لينا وشها جاب ألوان من الكسفة، ولما حست إن الموقف قلب عليها بدأت تبرطم بكلمتين. بصيت لي تاني وهي بتلف، لقيت نظرة في عينيها فيها لهفة غريبة. قالت أنت كويس؟ وقفت متنح مش مصدق إنها هي اللي وقفت تساعدني بعد كل البرود اللي كانت بتتعامل بيه. هزيت راسي وبصراحة كنت مكسوف جدا من الموقف. شكرا بجد، لولاك كنت هبقى في موقف بايخ خالص. الكلام طالع بالعافية بس جوايا كنت طاير. الخطة اللي في خيالي بدأت تشتغل أهي. قلبي مش قادر يصدق، مش كان لسه قايل وراه مشوار بعد الحصة؟ ايه اللي جاب الكافتيريا اصلا؟ سألته والشك بياكل في عقلي. خلصت اللي وراك يا سوبايتشو؟ عينه هربت مني وبان عليه التوتر، وشه احمر شوية وقال بصوت ناشف خلصت. اول ما دخلت الكافتيريا وشفت اللي حصل سدت نفسي عن الاكل خالص. كنت خلاص هخلع وارجع السكن، وفجأة لقيت سوبايتشو بيقول يلا بينا، هعزمك بره، من غير حتى ما يديني فرصة افكر. مسك شنطتي ومشي ناحية الباب. انا اتسمرت مكاني وبعدين جريت وراه، مصدومة بس في نفس الوقت طايرة من الفرحة. معقول عشان خلص اللي وراه قرر أخيرا ياكل معايا؟ خدني لمطعم صغير مستخبي في حارة ضيقة. المكان ديكوره بسيط ويطفي القلب. مد لي المنيو وقال لي اختاري اللي يعجبك. قلبت المنيو وطلبت طابقي المفضل، ريش لحمة حلو وحادق. سوبايتشو طلب شوية أصناف تانية وشوربة كأنه متعود على المكان. بصيت حواليا في المحل كله، مفيش حد غيرنا خالص في المطعم. همست لنفسي هو المحل ده مش شغال ولا ايه؟ رد ببرود عادي يعني، بحز المطعم كله لما احب اكل هنا. جالي ذهول في مكاني. كنت عارفة ان اهله اغنياء بس مش للدرجة دي. يعني بيحجز مطعم كامل عشان وجبة زي دي حاجة عادية عنده. الاكل نزل بسرعة، اخدت حتة لحمة ودقتها مقرمشة وطعمها خرافة. الطعم طلع احلى بكتير من اللي توقعته. بس يا خسارة اللحظة الحلوة. بعد ما لينا سحتلي في الكلام قلقتني، كل ده طار في ثانية بمجرد ما بدأت آكل. أخدت بالي إني اندمجت في الأكل بزيادة، والسكوت بينا بقى حاجة تحرج. قلت له تسلم يا باشا، بجد شكرا إنك خلصتني من الزن ده. سوبايتشو ضحك ببرود ولا كلمة. مدلي طبق شوربة وأنا بشرب سمعته فجأة بيسألني إيه اللي بينك وبينها. قلت له قصدك لينا؟ سيبت الطبق وتنهدت بضيق. دي كانت صاحبتي القديمة. تتخيل إنها كانت أول واحدة عرفتها في حياتي؟ ولا كنت أتخيل إنها تطلع بالشخصية دي. إحنا يا دوبك كنا في مرحلة التعارف. سوباجو ضحك بسخرية وهو بيفتكر كلامي عن حبيبة السابقين، عينه فيها نظرة طريقة. قال لي ببرود يعني نظرك كان واقع في الأرض فعلا، وما ردتش عليه لأن دي الحقيقة. فعلا كنت أعمى وقتها. أخدت نفس عميق وقلت له بقلب جامد بصراحة أنا بدأت أحبك دلوقتي. بصيت في عينه ومستني رد فعله. إيده وقفت تماما وهو بيقشر الجمبري. رفع عينه وبصلي بتركيز. قال يعني أنت بتثبتني دلوقتي؟ هزيت راسي بسرعة وقلبي بيدق طبول. سألني طيب جربت تروش حد قبل كده؟ هزيت راسي بالرفض ووشي جاب ألوان من الكسوف. ولا مرة حتى معلنا الموضوع جه كده بالصدفة وما كانش فيه محاولة مني. قلت له يا ريت تعلمني أنت. رفع حاجبه بضحكة خفيفة مستغرب إني بطلب منه هو اللي يعلمني أروشه إزاي. سكت لحظة وبعدين قال لي ماشي مفيش مشكلة. ما كنتش مصدق إنه وافق، قلبي كان بيرقص من الفرحة. الحقيقة أنا ماليش في سكة التروش دي خالص، وماشي بمبدأ اللي يجي يجي. زق طبق الجمبري اللي قشره ناحيتي وقال لي كل انت. بصيت لي الجمبر النظيف والمقشر ده، وبصيت لي ايد سباقة جو اللي لسه عليها اثر القشر. حسيت بذنب قلت له لا بلاش، انا ممكن اعمله لنفسي. بص لاظافري القصيرة وقال لي بحدة انت متأكد انك هتعرف؟ فعلا ضوافري ما كانتش مساعدة، استسلمت وبدأت اكل.
خلصت الطبق كله في ثواني. سباق جو ده مفيش أطيب منه، كنت بفكر كده وأنا باكل ومبسوط، وهو كان بصلي ومبتسم شكله، اتبسط لما شافني بأكل بينهم. خلصنا الأكل ووصلته لحد سكن البنات. الطريق كله قلبي كان هيطلع من مكانه زي الغزال المذعور. يا دوب دخلت السكن لقيت وانجا هو بيصرخ بجنون. صوته كان هيفرقع ودني. انت اتشهرت يا هاتا شيانج. وراني لينك بوست على صفحة الجامعة. انا وسو بقى جو مع بعض. فتحت اللينك بسرعة لقيت صور لينا من خناقة الكافتيريا. الصور كانت واضحة جدا. سباق جو واقف قدامي زي الأسد عينه كلها غضب، ولينا واقفة مكسورة قدامه. المشهد كان واضح في الصور أكتر من الحقيقة. ما كنتش واخد بالي ان سو بقى جوه كان متعصب قوي كده. معرفش مين اللي صور ونشر الحاجات دي، بس الموضوع قلب ترند. الكومنتات كانت بالهبل. دي حكاية رومانسية ولا فيلم؟ الناس بتسأل مين ده ومين اللي معاه. حد بيقول قلبه اتكسر عشان سباقة جوه ارتبطت، وحد تاني بيسأل عن لينك صفحتي. في ناس بتمدح في ستايل لبسه ووقفته، والموضوع بقى ساحة للتعليقات. كلهم بيتكلموا عن الكاريزما بتاعته وبيقولوا إننا لايقين على بعض. وينج هاو كان فرحان أكتر مني، بيخبط على كتفي وبيهزر. أنت مخبي عالية يا هاتشيان، كنت فاكرك فشلت، بس طلعت بتعرف تروش. حاولت أفهمه الموضوع مش كده خالص، أنا لسه في مرحلة إني بطلب وداها، لسه قدامي كتير عشان أوصل لقلبها. بصيت له وهو متحمس وسألته أنت فرحان كده ليه يا ابني؟ فجأة وانج هاو دخل عليا وهو طاير من الفرحة. استغربت جدا. قلت له في إيه يا ابني؟ إيه سبب الفرحة اللي أنت فيها دي؟ لو فعلا عرفت اوقع سبايزه في طريقي ليك عندي شهر كامل شاب لبن. هز ايده بثقة وقال لي اسمع الحكمة اللي جاية دي. بيقولوا انك تهدم 10 معابد اهون من انك تخرب جوازة واحدة. فلو جمعت بينك وبين ملكة جمال الجامعة، شهر الشاي ده يبقى ولا حاجة. اعتبره هدية زفاف مقدمة مني ليكم. لما تتجوزوا ابقوا كترولي في العزومة. قلبت عيني بملل وقلت له يا ابني انت عايش في الوهم. فضل يشجعني ويقول لي يا عم انت وسيم وسوبايز ولاي عليك جدا، انا نظري في الكابلز ما بيخيبش. من ايام التدريب العسكري وصورتكم انتم الاتنين مكسرة الدنيا. لو ما كنتش ارتبطت بلينا بعدها بكام يوم، كنت انا اللي هجمعكم من زمان. سألته بتعجب صورة ايه دي وانا مش عارف حاجة. قال لي فاكر لما اغمى عليك بسبب هبوط السكر في التدريب؟ سوبايز هي اللي شالتك وودتك العيادة. انا شفت تعبيرات وشها كانت قلقانة عليك جدا. ما كنتش متخيل انك تروح بعدها للينا، ضيعت فرصة العمر يا بطل. فجأة ذكريات التدريب العسكري بدأت تترسم قدامي تاني. اليوم ده كنت صايم وما فطرتش. ونص التدريب الدنيا أسودت في وشي وأغمى علي على طول في الملعب. وسط ضباب الوعي حسيت بحد بيسندني وبيجري بيا على العيادة. ايدين حنينة وقوية وديتني أمان الدنيا. ولما فوقت لقيت لينا قاعدة جنبي وبتقول لي هي اللي جابتني، كانت بتحاول تتقرب مني وقتها. وبسبب الموقف ده ولاني حسيت ان مدين لها بحياتي، بقيت باكل لها مشاعر وبقينا سوا. بس مين كان يصدق؟ ما كملناش شهر واكتشفت انها ماشيه مع 3 غيري. اتخانقنا وسبنا بعض. اول تجربه حب ليا تخلص بكارثه زي دي. فضلت فتره طويله فقدت فيها الثقه في اي مشاعر. دلوقتي بس بدات اربط الخيوط. لينا جسمها ضعيف اصلا ومش بتعرف تشيل شنطتها. ازاي هتشيلني وتجري بيا للعياده؟ يعني اللي انقذني وقتها ما كنتش هي، دي كانت سوبايزو. معقول قلبي كان متعلق بيها من البداية؟ الإحساس بالذنب بدأ ينهش في قلبي. كانت حنينة وأنقذتني وأنا غبي رحت حبيت الشخص الغلط، وفوق ده كله رايح أراهن عليها عشان أرتبط بيها. أنا بجد كنت محتاج قلم على وشي. فتحت الشات معاها وفضلت باصص للشاشة ومحتار أقولها الحقيقة وأشكرها على زمان ولا أسكت. ترددت كتير وخفت تبعتني في داهية أو تقطع علاقاتها بايا نهائي. سرحت في خيالي وفجأة صباعي داس على ستيكر غلط، صورة كلب وسيم وكاتب فوقه حاجة عن عضلات البطن. اتبعت خلاص. حاولت أعمل إلغاء في الدقيقتين اللي مسموح بيهم، بس الوقت كان خلص. يا ريتني ما فتحت الموبايل. كملت إحراج وبعت رسالة تانية أفسر الموقف. قولت لها صباعي داس غصب عني، بتصدقيني؟ قعدت ساعة كاملة مستني الرد. أخيرا ردت بكلمة واحدة: تمام. بصيت للكلمة الناشفة دي وتنهدت. هيبة الشاب الكول اللي كنت عاملاها انهارت تماما. ولسه بلوم نفسي على حوار الستايكر، دخل وانج هاو فجأة وشدني من دراعي. قال لي قوم معايا يا هيرت شيانج نتفرج على ماتش كرة السلة في الملعب. هزيت راسي بالرفض. لا يا عم مش فايق خالص. قرب مني وشوشني في ودني بحاجة غريبة. كان عايز يشكرني عشان انقذت حياته. بس اترددت ابعتله رسالة خفت يقلب عليا. وانا سرحان ومتردد صباعي اتزحلق لوحده على الشاشة. بعتت بالغلط ايموجي لكلب وسيم بيقول شوفوا عضلات البطن. الايموجي اتبعت خلاص. قلبي وقع في رجلي.
حاولت أعمل إلغاء للرسالة بس الوقت عدى، باظت خالص. خلاص، شكلي بقى زفت. بعتت له تبرير إن دوست بالغلط، يا ترى هيصدق؟ فضلت ساعة كاملة على أعصابي مستني أي رد منه. أخيرا سوبايتشو بعت حرف واحد بس: ببروت تقطع الخلف. تنهدت بيئس. صورة الشاب الكيوت اللي كنت راسمها لنفسي باظت تماما. كنت لسه بلطم على وشي بسبب الإيموجي ده، لقيت وانج هاوي داخل زي الإعصار، سحبني من دراعي بيجرني بره. قال: يالا يا هيرة الشانج، تعالى نتفرج على ماتش كرة السلة. هزيت راسي بالرفض فورا، ماليش خلق لأي حاجة خالص. عيال بيقولوا تشجيع فريق السلة جسمهم يجنن، حتى عضلات البطن باينة. الكلمة دي قلبت كياني. قلبي وقع في رجلي، بس صاحبنا وائل فضل يزن عليا لحد ما جيت معاه. رحنا الملعب. المكان دوشة والناس في كل حتة. وائل شاور على واحدة بتسخن وقال متحمس قوي: شايف دي تشانج مينج، كابتن الفريق بالتيشيرت الأحمر. البنت دي حرفيا لقيقة على ذوقي بالمللي. بصيت في الاتجاه اللي شاور عليه وفصلت خالص. مش دي تشانج مينج اللي قطعت عليها كلامي قدام المكتبة؟ وصاحبة سو بايتشو المقربة كمان؟ سألته بتلميح تحبها؟ وائل اتكسف وقال لي بحبها شوية. بصيت عليه وهو واقع ومغيب في حبها. فكرة شيطانية جت في بالي: لو عرفت أقبلك الواتساب بتاعها خلص من رهان غسيل الرجلين ده. غسيل رجلين إيه؟ وائل قاطعني ومسك في كلامي فورا: يا أخي أنت أجدع من أبويا وأمي. هات الواتساب بتاعها وأعملك اللي أنت عايزه، مش بس غسيل رجلين. افتكرت ايموجي الغلط اللي بعته لسو بايتشو، أكيد كرهتني. قلت خلاص، الدنيا خربانة خربانة. بعت لها رسالة قلت فيها: لو مش طايقاني ايه رأيك توصل لصاحبتك دي واوعدك مش هضايقك تاني. قالت: لو مش هعرف اطول سبايتشو اهو اخد رقم تشانغ مينج واهرب من الرهان الغبي ده. فوز مزدوج يا معلم. بس اللي حصل صدمة. سبايتشو رد في تانية: هي انت حبيت مين تاني؟ الرسائل بدأت تنزل ورا بعض زي المطر. انا زعلتك في حاجة؟ موضوع عضلات البطن ده ما كنتش عايز اوريك عشان كنا لسه بادئين. لو عايز تشوفهم بجد ممكن ابعتلك. انا غلطانة تمام. صورة واضحة جدا لعضلات بطنها ظهرت. كانت لابسة لبس رياضي وشعرها مبلول عرق. عينيها كانت كلها حنية. ارجوك كلمني. بعد ثواني بعتت رسالة تانية: وممكن تلمسهم كمان. موبايلي في ايدي وانا فاتح بوقي من الصدمة. ايه اللي بيحصل ده؟ كتبت بسرعة: لا لا، ده وائل صاحبي اللي عايز رقم تشانيغ مينج. فضلت ساكتة فترة طويلة وبعدين بعتت حرف واحد بس: نون. بس الحرف ده كان وراه حوار كبير. حسيته كأنه ضلع منها، وفي نفس الوقت كانت هدية ومريحة أعصابها. كنت عايز أسألها على صورة الحائط، بس لقيت رسالة تانية من سو بايتشو: عندي ماتش طائرة بكرة العصر، هتيجي؟ بصيت على جدول المحاضرات، العصر فاضي. قلت أكيد هاجي. تاني يوم وصلت الملعب قبل الماتش بنص ساعة. ماسك إزازة مية في إيدي، وقعدت في حتة تبين لي الملعب كله عشان استناها. الملعب كان مليان ناس وكل العيال جاية تتفرج على سو بايتشو. الماتش بدأ، وأول ما نزلت الملعب كل العيون اتعلقت بيها. كانت لابسة تيشيرت أحمر يجنن. وقفتها وطريقتها وهي بتتحرك كانت دقيقة وقوية في ضرب الكورة. في بنات تانية كتير حلوين في الملعب، بس سو بايتشو كانت طالعة في حتة تانية خالص. في وسط الملعب ده، رغم وجود بنات كمارات كتير، بس عينك ما بتشوفش غير سوبازو. وجوده له هيبة تانية خالص. نص الشوط الأول خلص. شفت سوبايزو طالع من الملعب مع زمايله. فجأة هجمة مرتدة من الشباب. ده جايب مياه وده بيحاول يلحقه بفوطة. زحمة على الباب ومفيش مكان. بصيت في إيدي إزازة المايه اللي كنت ناوي أديها له. هزيت راسي بيأس. واضح إن المايه دي مش هتوصل. لسه بلف عشان أمشي. إيد بيضاء ورقيقة أتمدت قدامي فجأة. سألني بصوت هادي: ممكن أشرب من ميتك؟ رفعت عيني بذهول. سوبايزر بنفسه ده جاي لحد عندي عشان يطلب مياه؟ شافيني متنح. رفع حاجبه بابتسامة خبيثة كأنه بيتمسخر عليا مش ليا. نظرة عيون بلمعة باردة ومستفزة. قلبي فضل يدق بسرعة. فتحت الإزازة بسرعة وقربتها من شفافه. ماسك إيدي وشرب. في ثواني نص الإزازة طار. الشمس ضاربة في وشه وقطرات العرق بتلمع. أنا وقفت مش شايف قدامي. سامع الهمس حواليا. مين الولد اللي واقف معاه ده؟ الإشاعات بدأت تنتشر. سوبايزو طلع مرتبط. يا خسارة النجمة بتاعتنا راحت لغيرنا. رجع لي الإزازة بابتسامة كلها دهاء. استناني شوية. بعد ما الشوط التاني يخلص هنخرج ناكل سوا. هزيت راسي بتبعية من غير تفكير. ايه الإحساس ده؟ كأني أنا اللي لابس دور البنت اللي بتستنى حبيبها. رجعت المدرجات. سوبايزو كان نار في الملعب.
كل ما ينطي يضرب الكورة عضلات بطنه بتبان تحت قميص التمرين. الجمهور ولع. الحقيقة كنت أعرفه من أيام المدرسة. كان برانس من يومه. كان بيلعب طايرة والكل بيبص له. مفيش حد مش بيحاول يقرب منه. دايما محاوطينه. كل ما كان بيعدي قدام فصلنا الدنيا كانت بتتقلب. كنت بطلعه من وسط الناس من بعيد. أكيد ما كانش يعرف حتى أنا مين وقتها. الماتش خلص وفريقه كسب. جريت عليه بالفوطة وباقي الماية. فجأة واحد صاحبنا ظهر وخبطه في كتفه وهو بيضحك. قال له: ها ارتبطته بسرعة كده؟ عرفت إنه تشانغ مينج. سوبايزو هز راسه بغرور: لا لسه بيطاردني. تشانغ مينج ضحك وقاله: يا سيدي استغل الفرصة، مش هعطلكم عن الديت. ومشي وسابنا. سوبايزو دخل يغير وخرج بقميص أبيض بسيط. بشرته بقت أفتح وشمت الدمعة اللي تحت عينه باينة قوي. بلعت ريقي. خلاص فهمت ليه كل ميت عليه. طلعت ذكرتين سينما في ايده وقال: حد اداهم ليه ومش عايزهم يترموا فاضي. هزيت راسي بموافقة فورية. اصلا انا كنت بلحقه طول اليوم. فرصة زي دي تضيع؟ مستحيل. الفيلم كان رومانسي، قصة عن حب من طرفين وسوء تفاهم. لما جه المشهد اللي البطل بيعترف فيه للبطلة، لفيت ناحيته فجأة ولقيت عيني في عينه. فيلم رومانسي عن اتنين بيحبوا بعض في صمت، يمروا بمشاكل وسوء تفاهم كتير، وفي الآخر بيجمعهم القدر. وأنا بتفرج على مشهد الاعتراف بالحب الكلاسيكي ده، بصيت جنبه فجأة على سوبازو، واتفاجأت بوقوع عيني في عينه. عيونه سودة كأنها متكحلة بحبر فيها، نظرة مش قادر أفهمها خالص. مش عارف بقاله قد إيه باصص لي كده. والحمد لله السينما ضلمة. خبت وشيلي بقى أحمر زي الطماطم. وخلصنا الفيلم وطلعنا نتعشى سوا. والدنيا بدأت تظلم. أصريت أوصل سوباي تشول الجامعة. قدام السكن مفيش غير كابلز واقفين بيودعوا بعض. كنت لسه هقولها باي، فجأة مدت إيدها بعلبة هدايا شيك. هدية رد. استغرب دي جدا. قالت لي: دي بدل إزازة المية بتاعت العصر. فتحت العلبة لقيت ساعة شكلها تحفة. مسكت الموبايل بسرعة ودورت على سعرها. اتصدمت. 30,000 يا نهار أبيض. رجعت لها العلبة بسرعة. لا لا، ما ينفعش خالص. المية كانت بجنيهين. وانتي عزماني على العشاء، كتر خيرك. حطت العلبة في ايدي تاني وعيونها مفيش فيها نقاش. قالت لي: العشا عشا والهدية هدية. لو مكسوفة ابقي عزميني المرة الجاية وخلاص. الساعة دي مش بترجع، مش عايزاها ارميها. خلاص مفيش حل غير اني اقبلها. قلت لها شكرا وانا محرج. رحت السكن وبصيت للساعة. 30,000 في ايدي. عالم الأغنية ده غريب. الصبح ما كانش عندي محاضرات، بس قمت بدري مخصوص. لبست الساعة اللي جابتها وقعدت أبص في المرايا. مش قايل لكم ساعة ب30,000 تفرج فعلا؟ حسيت شكلي بقى أرقى بكتير. والرزق بيحب الخفية. وصلت قدام قاعة المحاضرات قبلها ب10 دقايق وشفتها جاية من بعيد. عينيها لمعت لما شافتني وشاورت لي بإيدها. كانت مختارة كرسيين جنب الشباك وقامت عشان أقعد. قالت لي بصوت هادي: المحاضرة دي تقيلة ومملة شوية. قلت لها من غير ما أفكر: ولا يهمك، أنا جاي أنسك. ابتسامتها بانت. باين عليها اتبسطت من ردي ده. وكأن مودها اتغير وبقى أحسن بكتير. طلعت من شنطتها فطار سخن والتهوني. قالت لي: عارفة إنك ما فطرتش، جبت لك ده. قلبي بقى يرقص. بدأت آكل بسرعة. يا ستي حتى لو المحاضرة طلاسم هسمعها معاها. أي وقت بيعدي وهو تقيل بقى خفيف زي الريشة. في استراحة ال10 دقايق شفت تاشن يو واقف على الباب. شاورت لسو باي تشو، فقامت راحت لها. وقفوا يتكلموا في الممر صوتهم واطي وما سمعتش حاجة. باين عليها وافقت على حاجة طلبتها. تشني وضحكت. شاورت لينا ومشيوا مش عارف ليه. حاسس انها وهي ماشية بصت لي بصة غريبة. النظرة دي كان وراها سر. اكيد فيها حاجة مش مريحة. قلبي مش مطمن. بعت رسالة لونج هاو. قلت له ايه علاقتهم ببعض. رد عليا بسرعة: دول صحاب من زمان واهلهم كمان يعرفوا بعض. وانج هاو رد بسرعة: هم أصحاب من سنين وأهاليهم كمان يعرفوا بعض، يعني 10 عمر. عيال الطفولة. مين أنا عشان أحس بغيره يعني؟ ها. رديت وأنا بنكر، بس قلبي كان في رجلي. وائل بعت رسالة تانية بتقول إن أهم حاجة عشان تصفر بالبنت إنك تدخل حياتها. سوباي دخل نادي التصوير. اقترح عليا أروح أقدم هناك عشان ألاقي فرص أكتر نقعد فيها مع بعض. فضلت متمدد على السرير ومتردد. يا عم أنا في التصوير مش بعرف حتى امسك الكاميرا. بس سمعت ان تشينيو هو نائب رئيس النادي. رسالة وائل كانت زي البنزين اللي ولع فيا. نطيت من السرير زي الزنبرك
ورديت عليه أنا جاي معاكم. تاني يوم الصبح كنت أول واحد في طابور التقديم. الزحمة كانت مش طبيعية، الكل جاي عشان خاطر سوباي تشو. اتزحمت وسط الناس بالعافية لحد ما خدت استمارة التقديم. وأنا واقف في الدور سمعت كبار النادي بيتكلموا، بيقولوا رئيس النادي بطل، النادي كان هيقفل والأسوبة يتشو هو اللي أنقذ الموقف. طبعا هو اللي جايب الزحمة دي كلها، وقعدوا يزنوا عليه كتير لحد ما وافق. والمفاجأة إن تشيني يو هو اللي عرف يقنعه. أصلهم عيلة واحدة من صغرهم وماشيين دايما مع بعض زي الكابلز بالظبط. الكلام ده نزل على قلبي زي المية تلج. الحماس اللي كان عندي اختفى في تانية. مليت الورقة وسلمتها ومشيت من غير ما أنطق، وفجأة سمعت صوت ورايا بيقول أنت كمان بتقدم في النادي. لغيت ولقيت سوباي تشو واقف ورايا، وعيونه بتلمع وشكله فرحان. وتشون يو كان واقف جنبه بابتسامة هادية زي العادة. كان نفسي أقوله جيت هنا عشانك أنت بس اللسان اتلج. رديت ببرود إني فجأة اتسحلت في موضوع التصوير، قلت أشوف الدنيا فيها إيه. ولما حاول يفتح كلام تاني قطعته وقلت له معلش ورايا مشوار مهم لازم أخلع. جريت من المكان ده كأني هربان من جريمة، ورجعت السكن مرمي على السرير ومحطم، عارف إني عيل وبكبر المواضيع. صباي تشو وتشن يو مجرد أصحاب، بس إحساس النقص ده كسرني. مسكت الموبايل ولقيت رسالتين، واحدة من سو باي تشو بيسألني شكلك كان تعبان ليه امبارح، والتانية من لينا بتقول إنها بقالها أيام بتفكر فيا وعايزانا نتقابل ونتكلم. رديت على سو باي تشو إني كنت مهيس من قلة النوم ومش أكتر، وشوفنا بكرة في النادي. أما لينا كتبت لها رد ينشف الدم، انتي اتجننتي، مش طايق أشوف وشك، خدي بعضك واختفي من حياتي. رميت الموبايل ونمت. تاني يوم الصبح رحت النادي وأنا بدعي ربنا يعدي اليوم على خير. تاشون يو كان قاعد بيشرح أساسيات التصوير للناس الجديدة، وسو بايتش كان قاعد جنبه ومنزل راسه باين عليه كان بيعيط وعيونه حمرا جدا. ابتسمت له عشان أفتح كلام، بس بص لي بص اتقرف كأنه مش شايفني. هو عنده رمض ولا إيه؟ قلت في سر يا واد، يا هوشة سيبك منه وخليك في حالك، مطلوب من كل واحد يقدم عمل فني عشان الاختبار. تشني وجه وقعد يشرح لي التركات المهمة. بعت له رسالة بيقول بقالي كام يوم بفكر فيكي، ما تيجي نتقابل ونفتح صفحة جديدة. رديت عليه ببرود، قلت له مفيش حاجة، كنت مش عارفة أنام، بس بكرة نشوف بعض في نادي التصوير. وفتحت شات لينا وكتبت لها من غير تجميل، انت فيكي حاجة مش طبيعية، زهقت منك بجد، يا ريت ما تكلمينيش تاني ولا أشوف وشك قدامي. رميت الموبايل ودخلت تحت البطانية ونمت. تاني يوم رحت نادي التصوير وأنا ماليش نفس. تاشينيو كان قاعد في النص بيشرح للأعضاء الجدد أساسيات التصوير. سوبازو كان قاعد جنبه باصص في الأرض ومهموم مش عارفة بيفكر في إيه. لاحظت عيونه حمرا كأنه كان بيعيط. ابتسمت له عشان أفتح كلام، بس هو بصة باردة ومردش عليا خالص. هو جاله رمد ولا إيه؟ قلت في نفسي أعمل فيها ذوق وأسأل عليه. النادي طالب من كل عضو جديد يقدم صورة من تصويره، وتشينيو قرب مني عشان يشرح لي التريكات. وبعد ما خلص كلامه سابني وبدأ يركز في المهم، وزود كمان إني بعرف أصور ولو احتاج أي حاجة يجي يسألني. هزيت راسي وأنا مش طايق نفسي، والغيرة بدأت تأكل قلبي، وفجأة شفت سوبايزو داخل. حاولت أفتح معاه كلام بس طنشني تماما، وماشي ورا تشينيو. وقفوا يتكلموا مع بعض بتركيز، وأنا واقف وسطهم حاسس بإحراج ملوش أول ولا آخر. وفجأة سمعت حد بينادي على اسمي، هي تشيانج، في حد عايزك بره. خرجت من الفصل ولقيت لينا واقفة في الطرقة وعاملة لي ابتسامة صفراء كده. كشرت في وشها وقلت لها بصوت ناشف، مش قلت لك قبل كده ما تبينيش وشك هنا؟ ضحكت بسخرية وقالت لي مش انت اللي بعت لي رسالة تقول لي تعالى نادي التصوير يا شاطر؟ اتصدمت وقلت لها انا بعت لك حاجة زي دي امتى يا بنتي؟ ده عشرة. طلعت موبايلها ورتني الرسالة، كانت هي بالظبط اللي بعتها لسو بايزهو امبارح. قلت لها مين جابك هنا؟ استغربت جدا لينا. طلعت موبايلها ووريتني رسالة الرفض اللي كنت بعتها لنا، لقيتها مبعوثة ليها هي بالذات. قلبي وقف رجلي وفتحت موبايلي بسرعة عشان أتأكد، واتصدمت من اللي شفته. الظاهر إني كنت مهيس من النوم واختارت الشخص الغلط عشان أبعتله الرسالة. بعت الشرح اللي كان لسو بايزو للينا بالغلط، ورسالة الرفض اللي كان المفروض تروح للينا اتبعتت لسوبايزو. عشان كده كان بارد معايا النهاردة وعيونه محمرة، طلع فاهم الموضوع غلط خالص. ولسه بلف لقيت سوبايزو طالع من الفصل وشافني وانا واقف مع لينا. عينه بقت تطلع شرار، وفي نفس الوقت باين في عيونه حزن مكسور. قلبي كان هيقف من التوتر، زقيت ايد لينا وبعدت عنها وجريت وراه. بايزو استنى، اسمعني يا ابني، رسالة اللي وصلت لك دي مبعوثة غلط والله. وقف مكانه ولف. واقف تحت ظل شجرة وشكله كان كئيب ومضايق جدا.
قلت له ولينا دي كمان مجرد سوء تفاهم وفهمتها إني مش عايز أشوفها تاني. رديت بسرعة عشان يصدقني، بس هو فضل بصلي ببرود وقالي تمام بكلمة واحدة. حسيت إن الكلام بيخلص ومش عارف أخليه يصدقني إزاي، وكنت غرقان في توتري. وفجأة من غير مقدمات سألني يعني موضوع إنك عايز تخرج معايا ده لسه قايم؟ اتفاجئت، وقفت مكاني مش عارف أرد أقول إيه ولا إيه اللي جاب السؤال ده دلوقتي. عيونه أحمرت أكتر ووشه بقى باين عليه الضعف وكأنه هيعيط في أي لحظة. خافت ينهار قدامي. قلت له بسرعة وبكل ثقة أكيد لسه قايم، ما كانتش بهزر خالص. من ساعة ما عرفت إن أنت اللي أنقذتني زمان وما بقاش مجرد تحدي، ده بقى حب حقيقي. أخد نفسه براحة، وعيونه لسه حمراء وبصلي بتركيز. قالي طب أنا موافق أكون حبيبتك، موافق. وقفت متسمر مكاني، مخي فصل تماما. خدت ثواني عشان استوعب الكلمتين. رديت بهذا رأس جنونية طبعا موافق، موافق جدا كمان. ابتسم والدموع نزلت من عينه، مش عارف كانت دموع فرح ولا ايه. قرب مني خطوة وقال بصوت واطي ممكن أحضنك. وقفت زي التمثال بحس بدفء حضنه وريحة الورد اللي طالعة منه، وقلبي كان هيطلع من مكانه. سوبايلتشو اتنفست براحة وعينها حمراء. بتبصلي وقالت طب دلوقتي موافقة أكون حبيبتك، موافق أنت؟ أنا فصلت خالص والمخ وقف عن التفكير. قعدت ثواني عقبال ما استوعبت، وهزيت راسي بسرعة. طبعا موافق، أكيد موافق. سبيلتش ضحكت ودموعها نازلة على خدها. قربت خطوة وحضنتني بالراحة وقالت ممكن أحضنك. أنا وقفت مكاني زي الصنم، حاسس بالدفى في حضنها وريحة الورد الهادية قلبي. وقف لحظة وبعدها بقى يدق بجنون. وسط الدوخة دي سمعت تنهيدة خفيفة طالعة منه، تنهيدة كلها راحة وشوية زعل كمان. وفي الويك إند صاحبي زهاولي جالي الجامعة عشان نقضي وقت مع بعض. اتفقنا نتقابل في محل شاي باللبن قريب من الكلية. قعدت أحكي له بكل فخر إني قدرت أوقع سوبايزو في حبي. الصراحة علاقتنا مش بقالها كتير، أنا اللي جريت وراه والحمد لله وقعت في الشبكة. شربت بوق شاي باللبن وأنا مبسوط قوي وقلت له ولا أقول لك خلاص الشهر ده الشاي باللبن بتاعي على حس حد تاني، مش هدفع مليم من جيبي. زهاولي بص لي بقرف وقال لي يا أخي ده أنت عيل طماع، وريني صورتها كده عايز أشوف إيه الملاك ده اللي خلى شكلك مبهور كده. وطلعت الموبايل بسرعة ووريت له صورة سوبايزو. إيه رأيك؟ تحفة صح؟ ممكن تكون تعرفها، إحنا كنا في نفس المدرسة الثانوية. زهاولي كان بيشرب، ولما شاف الصورة الشاي كاد يشرب في زوره. سوبايزو بص ليه وهو مصدوم ومذهول. ده كان ميت في حبك 3 سنين في الثانوي وانت مفيش في دماغك. انا اتجمدت في مكاني. بتقول ايه؟ بيحبني من 3 سنين؟ زهاولي هز راسه. ايوه، حتى كان كاتب لك جواب حب في الثانوي. لسه فاكر لما جمع كل شجاعته وبعتهولك. وبعدين سمعت انك رميت الجواب. زعل بسببه فترة طويلة لدرجة ان مستواه في مطشات الكرة الطائرة نزل جدا. سوبايزو كتب لي جواب حب وانا ولا هنا. قعدت احاول افتكر ايام الثانوي، وفجأة افتكرت مرة جالي فيها ظرف لونه بينك. في الوقت ده كان في مقالب كتير في المدرسة، ناس بتبعت جوابات وهمية لشباب كتير في نفس المكان والزمان عشان يوقعوهم في الفخ. فتحت الظرف ولقيت فيه جملة واحدة بس: تعالي عند بحير الجنينة الساعة 6، عندي كلام مهم أقوله لك. وقتها افتكرت إنه مقلب زي الباقي، ورميت الجواب في الزبالة وأنا حاسس إني ناصح ومحدش ضحك عليه. ما كنتش أعرف أبدا إن الجواب ده كان من سو بايزو. صرخت فيه وش زهاولي ليه ما قلتليش وقتها إن ده كان من سو بايزو؟ زهاولي رد عليا وهو حاسس بالظلم: انت كنت في الثانوي بتاع مذاكرة وبس، عامل زي الدحيح، وشفتك بترمي الجواب بكل ثقة فقلت أكيد مش في دماغك الكلام ده. ده غير إنك كنت بتهزقني لما كنت بحب وقتها. هقولك إزاي؟ قاطعه وهو بيتكلم عن حبه القديم، بس سكتت في آخر لحظة. بلاش نتكلم في الماضي دلوقتي. زهاولي طبطب على كتفي وقال ما تزعلش نفسك، فكر فيها كده، ده في رجالة كتير بيحاولوا يلفوا حواليها. ليه انت اللي الوحيد اللي بتعرف تقرب منها وتسيطر على قلبها؟ الحقيقة إنها كانت بتراقبك من بعيد، معاملتها ليك مختلفة تماما عن أي حد تاني. بصيت لصورة سوبايزو على الموبايل، حسيت بمزيج من الندم والحلاوة في قلبي. معقول نصيبي معاها بدأ من أيام الثانوي؟ ما قدرتش أتمالك نفسي، نزلت بوست على السوشيال ميديا، كتبت عليه إن شكلها يجنن، وخليت البوست متاح ليها هي بس. وما عداش وقت كتير لحد ما جات لي رسالة منها بتسأل ليه ما جيتش النهاردة نادي التصوير. عضلات بطن الناس فيها ايه يشد. انا اصلا بقضي يومي في الجيم دلوقتي. لو عايز تشوف عضلات بجد ممكن اوريك بس مش اكتر. هو تغيير. مفيش ثواني وبعتت صورتين ورا بعض، طبعا رديت عليها ببرود:
أول صورة تزوم على عضلات بطنها، والتانية بملابس الرياضة الضيقة، قوام يجنن وبشرة صافية وعضلات متفصلة حتة حتة. بعتت بسرعة: يا خبر، اتبعتت بالغلط والنبي رد عليا بقى. مسكت الموبايل وفطست من الضحك، مين كان يصدق إنها تطلع عسولة كده. كلمتها فورا: اتفقنا نتقابل في حتة هادية ورا في الكلية، مكان مقطوع وشجر يغطي، مفيش أحلى من كده عشان نتكلم براحتنا. وصلت بسرعة، كانت لسه خارجة من الحمام وشعرها مبلول، عيونها بتلمع زي قطة غلبانة جاية تشتكي لي من حاجة. قعدت جنبي، حضنت وسطي بقوة وكأنها خايفة أسيبها وأمشي. فضلت باصة ليه فترة طويلة والدموع محبوسة في عينيها. سألتني بنبرة مكسورة: ليه كنت بتبص لعضلات غيري؟ قلت أهزر معاها: أصلك بخيلة، مش بترضي توريني حاجة خالص. اتهورت وقامت ماسكة إيدي ومدخلاها جوه هدومها: دلوقتي بس هتشوف. قالت لي بصوت واثق: دي بتاعتي أنا وبس، مسموح لك تبص هنا وبس. لمست عضلاتها، كانت مشدودة ونحت ملمس يخلي الواحد يتجنن. ما قدرتش أسيطر على نفسي، ضغطت شوية زيادة من غير ما أحس، طلعت منها آهة خفيفة، وركبتها قلبت لون وردي يدوخ. سحبت إيدي وخدتني في إيديها، طلعنا ركنة في زاوية ضلمة. في الضلمة دي عيونها كانت بتلمع زي حيوان مفترس لاقي فريسته. لفت ايديها حوالين رقبتي، رفعت دقني ناحيتها وقربت تقبلني. قالت لي بصوت مبحوح ومسيطر: افتح بوقك. ونفذت من غير كلام. ريحة برفانها ورد ونفسها غلبني، عقلي فصل تماما، مفيش تفكير. لحد ما نسيت نفسي وفقدت القدرة حتى على اني اتنفس. بعدت عني، كانت بتنهج ومسندة عالية، منظرها بجد مش طبيعي. سألتني وهي بتضحك بانتصار: لسه عايز تبص لغيري؟ قلت لها بسرعة: مستحيل، خلاص عينيا دي بقت ملكك لوحدك. سمعت ضحكتها الهادية فوق راسي ونفسها الدافي بيلمس شعري. الليلة اللي قبل ما اقابل اهلها كنت من التوتر مش عارف انام. مسكت ايدها وسألتها بتردد: تفتكري هيحبوني ولا هيرمولي الفلوس في وشي؟ ضحكت وطبطبت على شعري. قالت لي: اهدى، دي عيلة عادية مجنون. قالت لي: هم عارفينك ومستنيين يشوفوك، بلاش الدراما دي. سألتها تاني بقلب مقبوض: بجد؟ طيب لو حاولوا يشتروني؟ ضحكت وقالت: حتى لو دفعوا ملايين انت مش هتسيبني، صح؟ هزيت راسي بكل قوة: أكيد، دي روحي اللي معاكي مش بالفلوس. طب لو أهلكم عملوا زي المسلسلات ورموا 5 مليون عشان أسيبك، أعمل إيه سوبايلتشو؟ بابتسامة وهي بتمسح على شعري قالت: بتفكر في إيه يا مجنونة؟ إحنا عيلة غنية عادية، مش للدرجة دي، بابا وماما طيبين جدا وعارفين عنك من زمان ومستنيين يشوفوك. بجد أنا لسه مش مصدق ومطمن. بجد يا حبيبي، ولو حتى رموا عليك 5 مليون برضه مش هتسيبني، صح؟ هزيت راسي بكل قوتي طبعا، ولا أي فلوس في الدنيا تقدر تشتري مشاعري ليك يا سوبالتشو. تاني يوم لبست البدلة اللي سوى بايظو اختارها ورحنا مع بعض لبيت عيلة سوى القديم. يا دوب العربية وقفت، راجل في نص عمره محافظ على شياكته جه يستقبلنا، وجنبه ست شكلها طيب جدا. أهلا يا هيا الشيانج، يا مرحب بك. ده كان كلام والد سوى وهو بيسلم عليا. ماسك ايدي وبابتسامة من الودن للودن قال ان الحقيقة احلى من الصور بكتير. والدة سوى ضحكت وقالت: بايظه محظوظة بيك، ادخل وارتاحوا، الجو حر بره. قلبي بدأ يهدى شوية. طلعت فعلا كنت بفكر كتير في الفاضي. والدة سوى سحبت بايظه للمطبخ، والخدامة جابت لنا شاي وفاكهة. والد سوى بدأ يتكلم معايا. قالي: والدتك فرحت جدا لما عرفت انك جاي وكانت بتجهز الاكل من بدري. قالي: اكلها ملوش حل، ولازم تدوقه وتتقل في الاكل. هزيت راسي بسرعة وقلت له: تسلم يا عمي، ده كريم منكم. والد سوها كمل كلامه: قالي: من ايام المدرسة واحنا عارفين ان بايزو قلبها مشغول بحد، بس البت دي كانت كاتمة السر، مش عايزة تقول لنا هي حاطت عينها على مين. لحد من كام شهر قالت لي انها لقت الشخص اللي عايزة تتجوزه وعايزة تجيبه يقابلنا، وعرفنا انه انت. طبطب على كتفي وقالي: بايظه دي طالعه لامها في الوفاء، اللي بتحبه بتتمسك بيه للاخر. قالي: البت دي شافت ايام صعبه ومن هنا ورايح هي في رقبتك، خلي بالك منها. بايظه طلعت من المطبخ في اللحظه دي، سمعت الكلام ووشها احمر، جت قعدت جنبي ومسكت ايدي. قالت لوالدها: ما تهزرش يا بابا، موضوع الجواز ده لازم يكون بمزاج، هي تشيانج قبل اي حد. بصيت للسو بايظه جنبي، حسيت بدفن وسعاده. اتاري حبها ليا اعمق بكتير مما كنت متخيل. يوم الفرح الشمس كانت طالعة ومصحصحة، وجبت وانج هاو وجولي عشان يكونوا أشبيني. وانغ هاو لما شاف هدايا الفرح كان هينط من الفرحة. حطيت لهم في هدايا الفرح 9 سبائك ذهب، كل واحدة 99 جرام، ما هو سوى بايظه قبل الجواز نقلت لي تقريبا كل أصولها.
وانغى هاو ضرب على صدره وقال لي: يا هي تشيانج انت جدع جدا، وفرحك ده انا اللي هأمنه بنفسي. تاشينيو كان حاضر هو كمان، كان شارب كتير وماسك ايدي وقال لي كلام كبير. قال لي: لازم تعامل بايظه كويس، دي بنت حلال ربنا يسعدكم. هزيت راسي وقلت له: اكيد، متخافش. سألت بايزو بصوت واطي: ايه حكاية تيشينيو ده؟ شكله مش مظبوط خالص. ملامح بايزو اتغيرت وقالت لي بتردد: الحقيقة كان معجب بيا ايام المدرسة، بس انا كنت دايما بعتبره اخويا. قالت: بلاش تعرف تفاصيل اكتر عشان ما تغيظش نفسك وتغير. ضحكت وقرصت مناخيرها وقلت لها: ما بغيرش خالص، ما انت بقيتي مراتي خلاص. الشمس كانت منورة وشنة دافية ومشرقة. بصيت لبيزه وهي بتضحك وحسيت بامتنان كبير، ممتن للرهان المجنون اللي خلاني أقرب منها، وممتن للواقعة اللي كانت سبب في اللي بينا، وممكن أكتر لأنها فضلت مستنياني كل السنين دي لحد ما مسكت في الحب ده بإيدي وأسناني. الطريق لسه طويل، بس أنا عارف إن طالما هي جنبي كل يوم هيبقى نور وسعادة. يا بنات لازم تعيشوا مبسوطين. هزيت راسي وبقول: أكيد هعمل كده. شكرا يا سوسو ليفيت وشي اللي سوبايزه. بسأل: هو في إيه مال تشنيو شكله مش مظبوط النهاردة؟ ملامح سوبايزه اتغيرت، بن عليها الحيرة. سكت تانية وقال: الحقيقة كان معجب بيا من أيام ثانوي، بس أنا كنت دايما بعامله زي أخويا الكبير. قلت له بضحك: بلاش تعرف أكتر عشان ما تغرش. ماسكة مناخيره بهزار. قال لي: مش بغير طبعا يا بنتي، ده أنت بقيتي مراتي خلاص. الشمس كانت طالعة علينا ودفتنا بجمالها. بصيت لسوبايزه وضحكته اللي تنور أي مكان. قلبي كان مليان امتنان لرهان أهبل كان السبب في اللي أنا فيه. شكرا للصدفة اللي وقعتني يوميها وخلتنا لبعض، وممتنة أكتر لسكوتك ودعمك سنين طويلة لحد ما أخيرا مسكت في حبك ده. الطريق اللي جاي لسه طويل، بس أنا عارفة طول ما هو جنبي كل يوم هيكون أحلى وأحلى، والقصة لسه مكملة. قرب مني وهمس في ودني بابتسامة خبيثة كأنه عرف حاجة هتقلب مودي.